السلام عليكم تالتة اعدادي، يا رب كلكم تكونوا بألف خير وربنا يوفقكم بإذن الله. في الفيديو ده هنعرف الفرق ما بين الأكسدة والاختزال. طبعا انتوا شفتوا فيديوهات الشرح، ولكن الفيديو ده فيديو جديد علشان اقول لك ازاي تفرق ما بينهم بطريقة كويسة جدا تسهل عليك. وكمان الورق اللي انت هتشوفه ده مهم جدا، نزله من على الفيس وعلى التليجرام بإذن الله، وورق الشرح اللي هتذاكر منه وتدخل آخر السنة. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله وعمل لايك الفيديو. هنبدأ مع بعض يا تالتة اعدادي. طبعا احنا اخدنا المفهوم عملية الاكسدة والاختزال على حسب مفهوم تقليدي ومفهوم الكتروني او مفهوم حديث، فاحنا هنخلي التقليدي في اخر الفيديو ونبدأ بالمفهوم الحديث او المفهوم الالكتروني. خلي بالنا دلوقتي لما بنيجي ندخل تفاعل كيميائي بيبقى فيه مادتين او اكتر. المادتين دول بيتفاعلوا مع بعض، بيبقى فيه مادة بتفقد الكتروناتها ومادة بتكتسب الالكترونات، يعني مادة بتاخد الالكترونات من مادة تانية. طيب خلي بالنا عملية الأكسدة معناها إيه؟ معناها عندي فقد إلكترونات. يبقى إذا المادة اللي هتدخل جوه التفاعل ويحصل لها عملية فقد الإلكترونات هقول يا عيني ده حصل لها عملية أكسدة. يبقى كده عملية الأكسدة معناها إيه؟ معناها عملية كيميائية، يعني إحنا مش بنقدر نشوفها بعينينا. عملية كيميائية بتفقد فيها ذرة العنصر إلكترون أو أكتر. يبقى انا عندي مادة، المادة دي طبعا بتتكون زي ما اخدنا من ذرات، الذرات دي هتدخل جوه التفاعل هتفقد يا عيني مين؟ الكترونات. يبقى عملية فقد الالكترونات هنسميها عملية مين؟ اكسدة. طيب المادة دي يا عيني بعد ما فقدت الالكترونات بتاعتها زعلت، حزنت على فقد الكتروناتها، فبالتالي هنسميها عامل مختزل. يبقى المادة اللي هتفقد الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي دي هسميها عامل مين؟ المختزل. يبقى خلي بالنا عملية الاكسدة تمام لما بتحصل الأكسدة دي معناها فقد إلكترونات. طب اللي عيني العنصر أو الذرة اللي فقدت الإلكترونات حزينة على فقدها فهنسميها عامل إيه؟ مختزل. طب بعد ما بتفقد إلكترونات بتتحول إلى أيون إيه؟ موجب، وهنشوف دلوقتي مع بعض بالأمثلة. يبقى تاني انا عندي ماده، الماده دي طبعا بتتكون من ذرات دخلت التفاعل الكيميائي فقدت الكترونات، يبقى حصل لها اكسده. طب يا عيني بعد ما فقدت الالكترونات بقيت حزينه غلبانه كده، سميناها عامل ايه؟ مختزل. وبعد كده اتحولت الى ايه؟ ايون موجب. اتحولت الى ايون ايه؟ موجب. خلاص. طيب دي بسميها عمليه مين؟ الاكسده، وطبعا هنشوف بالامثله. طب نيجي بقى عمليه الاختزال عكس عمليه الاكسده، معناها ايه؟ احنا قلنا الاكسده دي فقد مين؟ الكترونات، لكن عملية الاختزال معناها عملية اكتساب الكترونات. اكتساب مين؟ الالكترونات. يبقى خلي بالنا احنا دلوقتي كان عندنا تمام، نتخيل كده اللي احنا عندنا ولدين، ولد يا عيني فقد الكتروناته، يعني الولد ده اخد من ده الالكترونات بتاعته، فده سميناه يا عيني عامل ايه؟ مختزل، علشان هو حزين على الفقد. طب مين اللي اخد منه الالكترونات؟ ده، فبالتالي ده اكتسب الكترونات فعمل عملية اختزال، فبالتالي سميناه عامل مين؟ مؤكسد. خلاص. يبقى تاني عملية الاختزال معناها اكتساب الكترونات. المادة اللي هتكتسب الكترونات بيحصل لها عملية مين؟ اختزال، اكتساب الكترونات. يبقى اذا عملية الاختزال لما اقول لك عرفها هتقول لي دي عملية كيميائية بتكتسب فيها ذرة العنصر الكترون او اكتر. طيب الشخص اللي خد الالكترونات، اللي اكتسب الالكترونات ده بسميه عامل مين؟ عامل مؤكسد. فرحان بقى علشان هو اكتسب مين؟ الكترونات. يبقى دايما وانت بتذاكر تبقى عارف ان العامل المؤكسد ده عامل ايه؟ عامل فرحان. ليه؟ مادة فرحانة ليه؟ لانها اكتسبت، يعني اكتسبت يعني حصل لها اختزال. خلاص. يبقى العامل المؤكسد دي مادة تكتسب الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. طب عندي المادة لما بتدخل في تفاعل كيميائي وتكتسب الالكترونات، خدناها قبل كده، بتتحول الى ايون ايه؟ سالب. خلاص. يبقى التعريفات دول مهمين جدا جدا جدا، فهمناهم. تعالوا بقى نشوف أمثلة بحيث الكلام ده يثبت في دماغنا. عندنا مثال معادلة كده اللي هو 2Na زائد Cl. انتوا طبعا المعادلة دي مش هتحفظوها ولكن احنا هنفهمها. ال 2Na ده معناها صوديوم، عنصر الصوديوم، وده عنصر الكلور. وبعد كده ادوني في النهاية 2NaCl كلوريد صوديوم. طيب تعالوا نمسك عنصر عنصر ونشوف ايه اللي حصل له. هنا يا جماعة قال لي ان احنا عندنا الصوديوم اللي هو ال 2Na. طبعا احنا عارفين زمان ان الصوديوم Na11، فلما نيجي نوزع الصوديوم ال11 هتبقى 2 8 ايه 1. فلما يعيني يدخل في تفاعل كيميائي هيفقد الالكترون بتاع المستوى الاخير وهيتحول الى ايون ايه موجب. اهو الصوديوم تمام
دخل في التفاعل اتحول الى ايون موجب. ويعني اتحول الى ايون موجب يعني فقد الكترونات، يبقى هو كاتب لك زائد 2e ناقص او 2e سالب. طب ال 2e دي معناها الكترون، يبقى هو فقد ايه 2 الكترون. طب يا مس ده هو هنا واحد بس، ما خلي بالك احنا خدنا 2 من الصوديوم، يبقى انا عندي واحد من الصوديوم هيفقد الكترون والتاني هيفقد الكترون، يبقى 2. يبقى اول ما تشوف المعادله بالنظام ده، انا عندي ماده الصوديوم تمام دخلت في التفاعل اتحولت الى ايون موجب وفقدت كلمه زائد كذا، زائد 2 الكترون او 1 الكترون، يبقى ده معناها الكترونات مالها مفقوده. يبقى اذا الصوديوم ده يعني اللي هو ان ايه فقد الكترونات، يبقى ده زعل بقى، يبقى هسميه عامل ايه مختزل، وحصل له ايه اكسده. تمام. طب اكسده معلش يعني ايه مس؟ اكسده يعني فقد الكترونات. خلاص. طيب تعالوا نمسح دول كده ماشي، علشان نأكد بس على ايه الحاجات دي عشان هي مهمة. يبقى انا عندي الصوديوم ده لما دخل في تفاعل كيميائي فقد مين؟ الكترونات. اهو الكترونات طلعت، ما كلمة زائد الكترون معناها الالكترونات يلا بره بقى طلعت، فقدها. ماشي. فلما فقدها اتزعل بقى، فده سميناه عامل مين؟ عامل مختزل. طب العامل المختزل ده يعني اللي فقد الكتروناته، عملية الفقد الالكترونات لما اتخذت منه دي سميناها عملية مين؟ أكسدة. وأكسدة يعني فقد. خلاص. طيب ده مين؟ الصوديوم. تعالوا نشوف الكلور بقى. هو الصوديوم ده لما فقد الكتروناته مين خدت الالكترونات منه؟ الكلور. يبقى انا عندي الكلور ذرتين من الكلور Cl2 خدت الالكترونات بتاعت مين؟ بتاعت الصوديوم، اكتسبتها واتحولت الى ذره بقى Cla2. خلاص. يبقى انا الكلور اكتسب مين؟ الكتروناته، فالالكترونات من ال Na، يبقى اذا ده بسميه عامل مؤكسد. فرحان فرحان علشان اكتسب الكترونات. طيب العامل المؤكسد دايما بتحصل له عمليه مين؟ اختزال. اختزال يعني اكتساب الكترونات، اهو كاتبالك اختزال يعني اكتساب مين؟ الكترونات. طب يا مس بينا على الامثله علشان نفهم اكتر برضه. نتخيل كده يا تالتة اعدادي جايب لك الامثله دي زي ما انت شايف كده، ويقول لك اللي حصل ده اكسده ولا اختزال. طب تعالى نشوف. انا هنا عندي الاف اي موجب 2 يعني ايون الحديد موجب 2. نلاحظ ان هو بعد التفاعل ما خلص بايه اف اي موجب 3. الله. وفقد ايه؟ الكترونات. اولا فقد الالكترونات يبقى دي عمليه مين؟ اكسده. طيب انا ملاحظه ان هنا ايه موجب 2 وبعد كده بقيت 3 2، عدد الشحنات زادت، فاذا برضو دي عمليه مين؟ اكسده. خلاص. طيب تعالوا نشوف. انا هنا عندي ايون Cl سالب. ماشي. الايون Cl سالب ده اتحول الى الذره وفقد الكترونات. شايفين فقد الالكترونات؟ يبقى اذا دي عمليه مين؟ اكسده. خلاص. يبقى اول ما نشوف الاي سالب او الالكترون سالب بره بعد السهم ده يبقى على طول عمليه مين؟ اكسده. طب انا هنا عندي الاكسجين كان ايه؟ سالب 2 وهنا بقى اكسجين سالب 1، كده عدد بقى في نقص في مين؟ في الشحنات. وطبعا الكترون فقده، يبقى اذا دي مين؟ اكسده. طيب انا هنا برضو عندي 2 بي ار سالب اتحولت الى بي ار 2 زائد 2 الكترون فقدتهم، يبقى دي عمليه مين؟ اكسده. خلاص. طيب تعالوا نشوف عمليه الاختزال هو بيبقى ازاي. خلي بالنا في فرق بين لما يبقى الالكترون قبل السهم هنا، وفي فرق لما يبقى الالكترون بعد السهم. بعد السهم معناها ان في الكترونات طارت مشت، فقدناها طلعت بره. ماشي. طب تعالوا نشوف هنا. انا عندي البي ار اكتسب الكترون يعني خد الكترون. تمام. يبقى اذا ده عمليه مين؟ اختزال. ما هو اختزال يعني معناها ايه يا شباب؟ معناها اكتساب. طب حاجه تانية، انا هنا عندي السي يو موجب 2 واخد الكترون يعني اكتسب الكترون، وبعد كده بيجي ايه؟ سي يو موجب واحده بس، يبقى هنا في نقص. كانت الاول موجب 2 بقى هنا موجب، وهنا في نفس الوقت اكتسبت الكترون. ما هي اكتسبت الكترون علشان تبقى ايه؟ يحصل لها عمليه ايه؟ اختزال يعني اكتساب. خلاص. طب هنا الليثيوم زائد الكترون، شايفين؟ ليثيوم زائد الكترون خد الالكترون، يبقى دي عمليه مين؟ اختزال. وهنا برضو الN سالب 2 ايون النيتروجين السالب خد ايه بقى؟ اكتسب الكترون، يبقى اتحول الى Na سالب 3، عدد الشحنات السالبه زادت، يبقى اذا ده عمليه مين؟ اختزال. يبقى اختزال معناها ايه؟ اكتساب. خلاص. طيب المادة اللي حصل لها عملية اختزال سميناها ايه؟ بالمادة الفرحانة اللي هو العامل مين؟ المؤكسد. وعامل مؤكسد يعني ايه؟ يعني مادة اكتسبت الكترون او اكثر.
خلاص كده يا شباب. فدي من ضمن الحاجات اللي ايه تجيلك في الامتحانات. عرفت تفرق ما بينهم؟ تعالى نشوف اللي بعد كده. طيب تعالوا مثلا يجيب لك معادلة زي كده ويسألك العامل المؤكسد هو ايه والعامل المختزل هو ايه. طيب تعالوا كده، احنا المس اسماء قالت لنا العامل المؤكسد ده عامل فرحان. عامل فرحان يعني اكتسب الكترونات، ولما بيكتسب الكترونات بيتحول الى ايون ايه سالب. طب العامل المختزل، العامل المختزل ده يا عيني زعلان، فقد مين؟ الكترونات، ولما بيفقد الكترونات بيتحول الى ايون ايه موجب. طب تعالوا نشوف. هنا انا عندي الام جي زائد سي ال 2، ام جي موجب 2 وال2 سي ال ايه سالب. تمام. طيب فين هنا الايون اللي احنا عايزين؟ العامل المؤكسد. العامل المؤكسد زي ما اتفقنا ان هو فرحان اكتسب الكترونات وتحول الى ايون سالب، يبقى اذا السي ال 2 سوري 2 سي ال. تمام، يبقى ده عامل ايه مؤكسد. طب العامل المختزل يعني بيفقد الكترونات يعني بيتحول الى ايون موجب، يبقى الام جي موجب ايه 2. خلاص، ده من ضمن ايه الامثله. تعالوا بقى نشوف المفهوم الاكسده والاختزال على حسب المفهوم التقليدي بقى. طيب تعالوا بقى يا تالتة اعدادي نشوف الاكسده والاختزال حسب المفهوم التقليدي. وطبعا في الامتحان بيجيب لك معادله زي كده. تمام، المعادله دي وفي معادله تانية انا هديها لكم، بيجيب لنا النظام المعادله زي كده من غير ما يدينا ايونات بقى، من غير ما يدينا اي حاجه. ولكن طبعا احنا خلاص عرفنا المفهوم الالكتروني ايه. خلاص، هيجيب لك ايونات، هيجيب لك الكترونات مفقودة، الكترونات تكتسبها وهكذا. طيب لما تبقى في زي كده معادلة زي كده، اول حاجة لما تجيلك معادلة زي كده ويسألك بقى عملية الاختزال ايه، عملية الاكتساب ايه، طب فين العامل المختزل، طب فين العامل المكتسب حدده، والكلام ده كله، المقصد حدده هكذا. طب نعمل ايه اول حاجة يا مس؟ اول حاجة تبص في المعادلة وتفهمها. تبص في المعادلة ايه وتفهمها. تعالوا نشوف. انا هنا عندي ال H2 تمام زائد ال CuO، المادتين دول حصل لهم ايه؟ تفاعل كيميائي، تفاعلوا مع بعض. طب في النهاية ادوني ناتج. الناتج ايه؟ ال Cu. الله، طب ما ال Cu هنا كان معاها اكسجين، لا خلاص الاكسجين مبقاش معاها، اتنزع منها، اتاخد منها. خلاص. طيب ال H2، الله ال H2 ده هو اللي خد مين؟ الاكسجين. خلاص فهمنا. يبقى انا كان عندي مادتين اتفاعلوا مع بعضيهم، فاكتشفت ان في مادة فقدت الاكسجين. الاكسجين نسبته فيها قلت، وفي مادة الله نسبة الاكسجين فيها ايه؟ زادت. فاذا يا تالتة اعدادي انا هنا عندي مادة وحشة. المادة الوحشة دي نجيب القلم في عندي في المعادلة دي او في عندي في التفاعل مادة وحشة. المادة الوحشة دي خدت الاكسجين من المادة التانية، انتزعت الاكسجين. يبقى المادة التي تنتزع الاكسجين اثناء التفاعل الكيميائي دي بسميها عامل مختزل. خلاص، يبقى العامل المختزل هنا في التفاعل في الاكسده والاختزال حسب المفهوم التقليدي ده عامل مختزل وحش. ليه وحش؟ عشان هو خد الاكسجين من مين؟ من الماده التانية. خلاص، انتزع الاكسجين من الماده التانية. طب في معادلات تانية ممكن تمنح الاكسجين، يعني هي اللي بتدي الاكسجين. تمام. يبقى اذا العامل المختزل يبقى ايه؟ خد الاكسجين من مين؟ من الماده التانية اثناء التفاعل مين؟ الكيميائي. طيب لما خد الاكسجين من المادة التانية في نهاية التفاعل حصل له ايه؟ نسبة الاكسجين زادت عنده، نسبة الاكسجين زادت، فبالتالي يبقى دي عملية اكسدة. يبقى كلمة عملية اكسدة معناها ايه؟ معناها ان اللي بيعملها ده عامل مختزل. عامل مختزل وحش، بياخد الاكسجين، اهو خد الاكسجين من المادة، او في تفاعلات تانية بيدي هيدروجين. خلاص، خد الاكسجين او نزع الاكسجين من مين؟ من المادة التانية. يبقى اذا العامل المختزل الوحش ده بعد ما زادت نسبة الاكسجين عنده يبقى كده بسميها عملية ايه؟ اكسدة. يبقى كلمة اكسدة معناها زيادة نسبة مين؟ الاكسجين. في تالتة اعدادي خلاص نتفق كده على حاجة. يبقى خلاص اتفقنا اني نشوف المعادلة ونشوف بقى. تعالوا نجيب القلم نشوف المعادلة بتاعتنا الاول ونشوف مين المادة اللي اخدت الاكسجين. المادة دي اخدت الاكسجين ده، فتكونت المادة دي. ده اخد الاكسجين يعني انتزع الاكسجين من المادة دي، يبقى اذا ده وحش ظالم، اخد الاكسجين منها. تمام، يبقى ده اسميه عامل مختزل. وطبعا العامل المختزل بتحصل له عملية اكسدة. وكلمة عملية اكسدة معناها ايه؟ معناها ان المادة دي نسبة الاكسجين زادت فيها. خلاص، ما هي كانت وحدها هنا، لكن هنا في النهاية اتكونت ايه؟ مية، يعني الاكسجين زاد في المادة دي. خلاص، يبقى اذا العامل المختزل دايما بيحصل له عمليه مين؟ اكسده.
طب نيجي بقى لعملية الاختزال. احنا دلوقتي تعالى نمسح دي. المادة دلوقتي لما جه الهيدروجين اخد الاكسجين من المادة دي رفضت؟ لا ما رفضتش. فاللي عملت ايه؟ قالت له تفضل الاكسجين. تفضل مين؟ الاكسجين. يبقى ده عامل طيب، يعني شخص طيب، مادة طيبة ادت الاكسجين، يعني اعطت مين؟ الاكسجين. يبقى المادة دي اعطت الاكسجين لمين؟ للمادة دي، يبقى اسميها عامل مؤكسد. يبقى العامل المؤكسد دي مادة بتمنح الأكسجين أو تعطي الأكسجين أثناء التفاعل مين؟ الكيميائي. طب هي يعني بعد مادة الأكسجين إيه اللي حصل؟ اتكون في نهاية التفاعل مادة، بس المادة دي نسبة الأكسجين قلت فيها، نقصت فيها. يبقى دي بقول عليها إيه؟ اختزال. تمام. يبقى العامل المؤكسد اللي هو الطيب اللي ادى الأكسجين أو أعطى الأكسجين ليه المادة التانية، دي بقول عليها عامل مؤكسد. تمام. يعني مادة بتمنح الأكسجين أو تعطي الأكسجين. طيب العامل المؤكسد بيحصل له اختزال. اختزال يعني إيه؟ يعني عملية الاختزال يعني إيه؟ يعني عملية نتج عنها إيه؟ نقص الأكسجين. هل في أكسجين هنا؟ لا مفيش، يبقى الأكسجين نقص في المادة دي. تمام. طب يا مس معلش ادينا ايه مثال عشان نفهم اكتر يعني. اوكي مفيش مشكله. ادي معادله تانية. يبقى اول حاجه انا قلت لكم المعادله تعملوا ايه؟ نقراها ونشوف نفهمها ايه اللي فيها. طيب تعالوا نشوف. انا كان عندي 2CuO زائد C، ده اكسيد نحاس، زائد C اللي هو كربون. طب تعالوا نشوف ايه اللي حصل للماده دي. الماده دي بقت 2CuO. ايه ده كان فيها اكسجين، والاكسجين في الناتج ايه؟ قل. الله. يبقى ده بسميه ايه؟ عامل مؤكسد، عامل طيب. يبقى ايه؟ عامل طيب. يبقى اذا كان عنده اكسجين، والاكسجين في النهايه ايه؟ ما بقاش موجود عنده. تمام. يبقى ده العامل المؤكسد دايما بتحصل له عمليه مين؟ اختزال. يبقى هنا هنا في اكسجين؟ لا مفيش، يبقى الاكسجين قل او نسبته قلت، نقصت يعني. تمام. طيب امال لما الماده دي الاكسجين بتاعها قل، امال الاكسجين ده راح لفين؟ الاكسجين ده راح للماده دي. يبقى اذا الماده دي هي اللي نزعت مين؟ الاكسجين. يبقى شايفين السي هنا كانت وحديها صح؟ في النهايه نلاقي ان السي نسبة الأكسجين فيها زادت. الله. يبقى ده بسميه إيه؟ بسميها عملية أكسدة. يبقى كلمة أكسدة جاية من أكسجين، يبقى نسبة الأكسجين زادت. يبقى السي دي هسميها عامل مين؟ عامل مختزل. خلاص. يبقى أكسيد النحاس اللي هو CuO ده حدثت له عملية إيه؟ أهو اختزال، يبقى تعتبر عامل مين؟ مؤكسد. طب الكربون اللي هو الكربون السي ده كان وحدي، وفي النهاية لقينا معاه أكسجين، يبقى ده وحش، ده خد الأكسجين من المادة التانية، يبقى ده بسميه عامل مختزل. عامل مختزل يعني عامل وحش، خد الأكسجين، نزع الأكسجين. تمام. وطبعا طالما هو عامل مختزل يبقى حصل له عملية مين؟ أكسدة. أكسدة يعني نسبة الأكسجين زادت فيها. أتمنى يا تالتة إعدادي إنكم تكونوا فهمتوها، وأتمنى إنكم تكونوا عرفتوا هو هيجيلكوا إزاي في الامتحان. ونركز على المفهوم التقليدي الحديث ده كويس جدا. المفهوم التقليدي دايما بيجي لنا ايه؟ مصطلحات. اشوفكم على خير، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. سلام.